هتعدي ارقام مدربين تكون في الاهلي احسن منك وما خدتش التالتة على التوالي. وكويس اللي انت لو خدتها كنت هتقضي اكلينيكيا على جمهور اصلا ميت، وانت اللي رجعته الحياه تاني. سيبك من جمهور الاهلي اللي انت حزنته، انا بتكلم عن جمهور مفيش احزن منه في الحياه. انت اللي عملت الفريق قيمه، وانت اللي عملت لهم قيمه عشان بتخليهم بعد ما هم كانوا نايمين ومتخدرين وكل الامراض اللي في الدنيا فيهم من فريقهم اللي مفرحهمش، ولا اي مدرب عندهم فرحهم بيها. انت اللي بتفرحهم يا كولر. جمهور نادي الزمالك البائس، انا عذرك الكائن الزملكاوي، انا بقولها لك، انت مفيش بائس غيرك في الحياه، ومفيش اكتر منك بؤس باللي بتشوفه من فريقك ومجلس ادارتك ومدربينك ولاعيبتك ومن كيان اسمه الزمالك. انتوا ليكوا الجنه عشان تشجيع الزمالك ده. منك لله يا كولر، شمت فينا ناس نسيت فريقهم اصلا بجد. انت خليت ناس كانت ميته اكلينيكيا تصحى النهارده وتفوق من الكبت وكل حاجه فريقها كان مسببها لها. هنقول عليك ايه؟ ده بتاع البطيخ بيفيدنا اكتر منك. برضك انت كزملكاوي بائس معذور، لان انت البطوله اللي انت شمتان فيها النهارده دي انت من 2002 ما شمتهاش، وانا لو كنت خدتها السنه دي كانت هتبقى الثالثه على التوالي والخامسه من وقت القضيه لما خدتك فيها في 2020 بجون قفشه اللي هيفضل مدى الحياه معلم على قفاك زي صفقه زيزو كده، ما هي تفضل معلمه على قفاك. في حاجات كده انت كزملكاوي عمرك ما هتنساها، بس انا بقول لك احمد ربنا اللي انا ما خدتش البطوله دي او خرجت منها بسبب المدرب الغبي اللي هو حالف لا يشمتكوا ويشمت اللي ليه واللي ملهوش لازمه فينا، انه يخرجنا منها، لان هتبقى الخمسه في اخر 6 نهائيات انا لعبتهم وهبقى متساوي معاك في عدد البطولات اللي انت فرحان فيها في تاريخك، وهم 5 بطولات اللي انا من بعد القضيه في 2020 واخد 4، ولولا كولر الغبي كانت هتبقى دي الخمسه. فانت ساعتها كنت هتعمل ايه؟ ما كلمتنيش عن الفرقه اللي خرجتك من ربع النهائي واول مره تشارك في الكونفدراليه. بس انا عايز اذكرك بحاجه، الفريق اللي انت فرحت اللي هو اتعادل معايا هنا بسبب مدرب غبي كان ماسكني، وهو المدرب الغبي اللي خلاك تفرح لما تتعادل معايا وتقول انا كسبت او تعادل بطعم الفوز، هو المدرب اللي خلاك تشمت فيا النهارده. بس انا عايز افكرك بحاجه، النجمه اللي على التيشيرت بتاعه كانت على قفاك انت.